هل شهادة جوتا بعد 6 شهور أو سنة السفارة ما بتكونش معتمدة؟ مش يعني السفارة ما بتاخدش بيها؟ بص، هي مش شهادة جوتا بس، هي السفارة في مصر حاليا حاطة ليميت كده إن أي شهادة لغة سواء من جوتا يو اس دي أو تلك ما يعديش عليها سنة. هو السفارة بتقول لك لا، أنت خلاص عدى عليها سنة خلاص. هل في ناس عدت معاها الموضوع ده؟ في ناس عدت عليها معاها الموضوع ده وقدمت بعد ما الشهادة عدى عليها سنة، سنة وشهرين و3 شهور و4 شهور، والسفير ما قالش حاجه، عادي خالص مفيش مشكله. وكانوا جايبين موافقه من صاحب العمل ان هو يعني الراجل اتكلم معاه بالالماني وشاف لغته واللغه كويسه مفيش مشكله وكل حاجه. اما الشهاده نفسها، يعني شهاده اللغه نفسها، ملهاش اصلا تاريخ صلاحيه. يعني انت لما بتيجي هنا في المانيا لو معاك شهاده على سبيل المثال بيتس 5 بي 2، وسواء من جيتا او تلك زي ما قلت لك، وقدمتها بعد 10 سنين او بعد 5 سنين وانت بتقدم على الجنسيه، ما بيقولكش ده منتهيه او ملهاش يعني ملهاش تاريخ صلاحيه. ما دون ذلك هي بس النقطه بتاعت السفر ديت اللي هو بيثبت معرفتك باللغه الالمانيه علشان تكون ايه، حديثه التخرج بس مش اكتر. معاك سنه تقدر ان انت تقدم فيها تجنبا لاي حاجه تقدر انها تعطل لك الموضوع ده يعني. بس وبالتوفيق يا معلم ان شاء الله.